السلام عليكم عشاق كرة القدم. اليوم غادي نشوف واحد المباراة اللي كانت شاعلة بزاف، مباراة اشبيليا ضد برشلونة. الماتش اللي كان شاعل بزاف في الدوري الاسباني هذا الموسم، قابل برشلونة مع اشبيليا في ماتش اللي كان عامر بالاثار والتشويق لعشاق الكرة الاسبانية. كلشي كان كيتوقع ان المباراة كانت غادي تكون متكافئة بين الفريق الكتالوني والعملاق الاندلسي اشبيليا اللي باغي يبين قوته في الليغا الاسبانية، ولكن المباراة خرجت بطريقة اخرى مختلفة على التوقعات ديالنا. اشبيليا لعبوا بشكل منظم بزاف واستغلوا الهجمات المرتده بشكل سريع، بينما برشلونه لقى صعوبه بزاف باش يلقى توازن وسط ضغط الفريق المضيف وما قادرش يستغل الفرص مزيان، وهذا الشيء خلاهم يخرجوا بخساره ثقيله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التلخيص ديال المباراه ونشوفوا سبب الخساره. النتيجه النهائيه اللي كانت ب4-1. الشوط الاول في الدقيقه 13 اليكس سانشيز اللي سجل الهدف الاول عن طريق ضربه جزاء، وفي الدقيقه 36 اضاف اسحاق روميرو الهدف الثاني لاشبيليا، والدقيقه الاخيره من الوقت البدل الضائع في الشوط الاول قلص ماركوس راشفورد الفريق وسجل الهدف الوحيد لبرشلونه في الشوط الاول بطريقه اللي جميله، اسيست اللي جا من عند بيدري. الشوط الثاني اللي دخل برشلونه بكل جديه بانه باغي يرد التعادل، الهجمه الاولى اللي كانت فيها فرصه من بعد الدقيقه 74 ضيع روبرتو ليفاندوسكي ركله جزاء، وهذا الشيء اللي اثر على معنويات الفريق. والدقيقه 90 سجل كارومان الهدف الثالث لاشبيليا، والدقيقه 96 زاد ادامز الهدف الرابع وخلى الماتش يسالي لصالح اشبيليا. الاحصائيات ديال المباراه: الاستحواذ اللي خدته اشبيليا كامل 52 وبرشلونه 48، تسديدات على المرمى اشبيليا 5 برشلونه 3، التمريرات الناجحه لاشبيليا كانت 380 وبرشلونه 350، الركلات الركنيه لاشبيليا 4 وبرشلونه 2، والبطاقه الصفراء اللي كانت عند اشبيليا بطاقه وبرشلونه بطاقه، والبطاقه الحمراء كنا غادي نشوفوا بطاقه حمراء لكن الحكم رجع للفار وعطى بطاقه صفراء. ندوزو نشوفوا سبب الخساره: الارهاق بعد الماتش ديال باريس سان جيرمان. المدرب هانز فليك قال بان التعب اثر على اداء الفريق، زائد غياب لامين يامال، اصابه هذا اللاعب اثرت على القوه الهجوميه بزاف، زائد ضعف وسط الميدان، بيدري وديونغ ما قدروش يحافظوا على الاستحواذ واكتفوا بسهوله الكره، وهذا الشيء اللي عطى بناء الهجمات الفريق اشبيليا، زائد اخطاء دفاعيه. الدفاع دار اخطاء خلت اشبيليا يستغل الهجمات المرتده وسجلوا اهداف اللي سهله. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تخلي خوك واحد ابوني وفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. يلا نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.